الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، زملائي الأعزاء، اليوم بكلمكم عن شخص وايد مهم بحياة كل واحد منكم، وهالشخص له تأثير كبير على أخلاقنا وسلوكياتنا، وهو اللي بيحدد مصيرك بدرب النجاح. ها عرفتوه ولا بعدكم؟ اتأملوا وياي هذا الحديث الشريف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصديق أو الخليل أو الصاحب هو المرآة الحقيقية لشخصية كل واحد منكم، وهو بالحقيقة أنت. هي نعم أنت اللي قبل كانوا يقولون قل حق ابن رابع، بقول لك أنت منه. وبما أن كل واحد منكم يحب أنه يكون مؤمن صالح صادق في هاي الحياة، فإن عليك أن تختار له صديق صادق بمحبته، صالح في مجتمعه ووطنه، يدلك على البر والخير ويقودك إلى التميز والنجاح. فالصاحب ساحب مثل ما كان يقول أجدادنا. عشان هالشيء لازم على كل واحد منا أنه يقرر من هاي اللحظة منو اللي يستحق أنه يمنحه وسامة الصديق الصدوق. هل يستحقه أن يحافظ على صلاته ولا اللي يأخرها وينام عنها؟ هل يستحق الخلوق المؤدب ولا اللي ما يحترم المعلم وما يوقر الرجل الكبير ويؤذي الضعيف والصغير؟ هل يستحق من يبر والديه ولا اللي يرفع صوته عليهم وما يلبي احتياجاتهم؟ هل يستحق من يحافظ على ممتلكات مدرسته ومجتمعه ولا اللي يخربها؟ بيدك القرار وانت اللي بتختار. وأخيرا تذكر أنك بتكون يوم القيامة مع من أحببت، فاحرص أن تكون هاي العلاقة خالصة لوجه الله تعالى عشان تنالون بركتها. وتبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وتذكر قول الله تعالى أيضا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ دولة الإمارات ومد على شيوخنا بالصحة والعافية، وارحم واغفر للشيخ زايد بن سلطان آل هيان رحمه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.